وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع، احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفي كل حبايبي، ام نواف وام اماني والاستاذ ايهاب والحاجة مريم، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. طبعا كلكم يا حبايبي بتشوفوا الهرج والمرج اللي حاصل في اليوتيوب دلوقتي، لكن المفاجأة الكبيرة لما الاقي ابليس الكتامة اللي ما بتشبعش دعم وما بتشبعش فلوس بتناشد ام فالح، وعايزة ام فالح يعني بالمحسوس كده تدخل هي كمان تدعمها. عندك اكتر من 5 داعمين وعايزة ام فالح كمان تدعمك. اولا ام فالح او ام ناصر او اي داعم من الداعمين اللي على اليوتيوب او على اي منصة هم احرار، وطبعا ما بيحبوش حد يقول لهم لا تعالوا ولا روحوا ولا ايه يعني ولا بياخد عنهم اي قرار. هم طبعا كل واحد عارف ظروفه وعارف مصلحته وعارف هو عايز يدعم مين وما يدعمش مين. اشبعي وسيبي لغيرك مجال يتنفس. ده انت لو يعني انا مش عارفه يعني الدعم حلو وكلنا نحب الدعم، ما حدش قال حاجه وما حدش يقول الفلوس لا وكل حاجه، بس في حاجه اسمها رضا. عندك جزئية الرضا دي مش موجودة، لان لو جزئية الرضا دي موجودة كنت اكتفيت بلطيف وغيره. يا موكوسة ده حمادة بيقول ان الداعمة دي او الداعم ده عمل لكم بلوك من على تليفوناتكم كلكم، رحتوا اشتريتوا 5 خطوط علشان ترجعوا تتواصلوا تاني. كانت فين الكرامة يا ام الدواهي؟ كانت فين الكرامة يا بنت لما جبت خطوط جديدة علشان تتواصلوا مع الداعم؟ مش انت يا بنت بتقولي انا ما قال الا كرامتي، اللي يجي يم كرامتي ما اقدرش اتحمل اي حد يجي يم كرامتي، تخفى القناة وتغور كل حاجة الا كرامتي. كانت فين كرامتك لما الداعم او الداعمة عملوا لك بلوك واشتريتي ارقام تانية وخطوط تانية ليك انت وولادك علشان ترجعي تتواصلي علشان الحنفية ما تتقفلش؟ اللي خد على ان هو يعيش سفلقة وكل حاجة تتعمل له كده عالجاهز، يعني خلاص بياخد على كده. انما اللي بياخدها بالعرق الجبين وبيجيب كل حاجة بعرق وكده، زي الشطورة اللي هلوبة حلمية جابت عربيتها من شغل قناتها وبتدفع الاقساط برضو من شغل قناتها، بيدخل لها فلوس ممكن، لكن داعمين زي داعمين عندك كده هي اكتر من الاستيكرات والهدايا البسيطة اللي بتجيلها، مفيش اكتر من كده. لكن انت حدث ولا حرج، جابولك العربية، عملوا لك شو اولادك، خطبت لابنك من الشبكة ودفعت المهر وعملت العزال وهتعملي الفرح اللي فيه واحدة من أراضيشك بتقول في التعليق لكي خلي بالك ما تخليش حد يقعد عند الطباخ لحسن يسهوكوا ويحطوا حاجة مش كويسة في الأكل بتاع الفرح. يا سلام، وصل الإجرام بقى، احنا في شيكاغو الأمريكية، وصل بقى العداوة أو العداء لدرجة ان ممكن حد فيهم من اخواتها يروح يحط سم في اكل الناس.
مش بس هيموت داهية وعيالها، لا ده هيموت الناس كلها. علشان ايه يعني؟ هي داهية دي ايه؟ اليزابيث تولر يا اختي، ولا ملكة بريطانيا، ولا مين يعني بالظبط؟ عايزه افهم يعني ليه وعشان ايه. يعني انت كمتابعه لما تدخلي وتقولي لها حاجه زي دي، يعني ما تصطلحيش مع اخواتك، ولو حد من اخواتك موجود ما تدخلوش عند الطباخ لحسن يعمل كذا كذا، مع العلم ان الكل عارف ان الافراح اللي بتتعمل في الريف وبيتعمل فيها اكل زي ده، كل الناس غريب وقريب بيخدم في الفرح عند الطباخ، يصفوا الاكل واللي يغسل مواعين، كل الايدين بتبقى شغاله، غريب وقريب. هيقولوا لمين يا موكوسه ما تروحيش عند الطباخ ولا مين؟ الناس كلها بتروح. ده الكلام ده للمتابعه، المتابعه اللي عايزه تسخن ايه؟ ام الدواه، وانت ما تعرفيش ان ام الدواه اصلا سخنه من غير حاجه. الا بالمناسبه يا ام الدواه، هو بوتوكس ولا اسمه وفيلر ولا تقشير بشره ولا نحلي؟ اولا انت ظالمه، طول عمرك ظالمه، حتى النحل يا مفتريه بتظلميه، النحل بتظلميه. انت عارفه ان انت عامله تقشير؟ حتى يا جماعه اللي ياخد لها لقطه لوشها كده يلاقي اصلا يعني باين وواضح جدا انه تقشير، فتلاقوا الخدود وحواليها كده هو الاحمر ومزنهر قوي، وبقيه الوش لا. يعني دول بيبقوا اكتر جزئين في الوش هما اللي بيبقوا مزنهرين وحمر كده من التقشير او من اي حتى كريمات بتاع تقشير، مش جلسه تقشير. فحتى النحل بتظلميه معاكي، يعني انت ظلمتي البني ادمين والحيوانات كمان، كل البني ادمين سواء قريبك او غريب منك، ما شاء الله شغاله ظلم، الله ينور. طيب نسيب الجزئيه دي. انتوا دايما كنت واجعه دماغ حلميه، واطلعي يا حلميه، ما بتطلعيش تدافع عن اهلك لا يا حلميه وتردي كرامه امك. انت وشربات بقى حدث ولا حرج بقى، كانت بتطلع تتكلم كتير. قال انت فين يا شربات؟ مش الست اللي انت رحتي عملتي عندها البث ديت جوزها شاتم امك وابوكي برضو ولعينهم لعنه محترمه؟ ها؟ ولا اللعنه من الناس المحسوبين عليكم بتبقى حلوه وعليها سكر سنترافيش، واللي بيبقى من يم حلميه بيبقى لا، رغم انه بيبقى يعني ما شاء الله كده، يعني بيبقى رد فعل لان بيبقى اهله مشتومين فبيرد. يعني انتوا اديتوا لسيد افندي المبجل الحق ان هو يشتم عشان خاطر بناته، وقلته مضغوط، ومن حق اي حد يدافع عن اهل بيته، انا ما اختلفتش في دي، لكن لعن ست ميته وراجل ميت، وجاعل ان هو ما كانش يعرف ان هم من طرفه، ولما عرف رفع ايده وقال خلاص. وكل ده وافيونه اللي بيدعوا له بالكذب بفك الكرب وهو قاعد في سكنه حاطط رجل على رجله وبيشرب عصير، بتدعوا له بفك الكرب وهو ملطوع بقلبه في السكن، محبوس في السكن، مش محبوس في السجن. كل ده علشان برضو تاخد فلوس. والهرج والمرج اللي بيحصل في اليوتيوب ده، ودخولك عند نعمة وانت عارفة ان ده هيعمل لغط، وتقولي ان دي خطة ومخطط ونجحوا فيه، عايزة تعملي لغط علشان تشغليني عن موضوع حسين وعن موضوع افيوني اللي انت عملتيها البانة وقلت محبوس، علشان الداعمين الهبل يدفعوا لك فلوس تانية علشان تفكي بقى اسره وتفكي سجنه وتخلصي المواضيع. ما انت خدت على الفلوس اللي بتيجي بالساهل. تقدري تقولي لي لما هو ملوش حقوق في انه ويحول مراته تحول لها فلوس ازاي؟ الا اذا كان حد واسطه برضه بينه وبينك هو اللي حول الفلوس دي، زي ما بيحول التحويلات التانية اللي بتجيلك. موال الدعم ده طويل جدا يا جماعه. حماده
كان مقرب منكم واكيد عارف حكايه الخطوط الجديده اللي انتوا اشتريتوها دي. فلسه الايام هتبين عنكم بلاوي كتير. يعني ربنا يسهل والفرح ده يعدي على خير. حاسه ان هيحصل بلاوي وكوارث، لان كما تدين وتدان على رأي اللي بيقولوها. وعلى فكره يا بنات يا حبايبي يا متابعيني، انتوا لو شفتوا ام الدواهي كده او ابليس الكتامه وملامحها وكلامها، حتى لما بتيجي تغني مع اي حد والله العظيم فرحتها ناقصه. والله ما هي حاسه بفرحه زي ما بتكون حلميه جنبها، وده شيء اكيد. وعدم حضور حلميه الفرح هيعمل حاجات كتيره جدا. كل واحد بيبقى محتاج عزوته في بيته، في فرح ابنه او بنته بتكمل فرحته. انما اللي بيبقى عنده يعني مشاكل مع حد من اهله وما بيجوش عنده او مش هيحضروا مناسبته، بتبقى يعني بالنسبه له برضو كسره، بالنسبه له كسره. وانا عن نفسي يعني احنا في الارياف اللي بقى مخاصم حد بيروح يصالحه في الافراح وكده، انا من رايي حتى لو راحت لحد كل اخواتها ما يعبروهاش، لان هي ما تستاهلش ان حد يقف جنبها. وصلت بيك المواصيل، انتي عملت سكرينات لبنت اختك وكل الناس عارفين ان انت اللي فابريكتيه. الايميلات اللي بتتعمل باسم طارق ما تعديش من تحت ايدك ابدا، بسبه في ولاد خالاته او في بنات خاله. انت اللي فطلع معاكي زاد عن حده. وممكن تكوني بتشغلي الناس بالايميلات ديت علشان الناس تقعد تتكلم ولغط. بس انا بقول لك يا هناء، انت عامله بس دلوقتي وانا بعمل الفيديو انك انت متضايقه من كده، ده مش جديد. انت بتطلبوا من الناس ان هم لما ينشروا الايميلات اللي بتقول كلام وحش عن ولادها دول يمسحوا يغطوا على الاسم ده من حقك. لكن رانية ما تقصدش ان هي تنشر الايميل بالكلام اللي اتقال عليه على المنتدى بتاعها بالاسم. ممكن تكون عايزه تبين للناس وحاشة صاحب الايميل ده، وهي سهى عليها انها تشخبط عن الايميل. كلكم في مركب واحده يا هناء. فانا من يعني بالاصاله عن نفسي كده وعن المتابعين، في متابعين كتير عايزينكم تتجمعوا مع بعض، انتوا ولبنى ورانيا وحلميه وحماده، تتجمعوا مع بعض وتبقوا ايد واحده، تبقوا جبهه كويسه وتشتغلوا مع بعض. ساعتها الدنيا هتفرق كتير.